السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليوم غتودعي المشاكل الملوي، بالخصوص ما كيجيكشي مرق، ما كيجيكشي خفيف وهشيش ومقرمش من لبرا. هذا الفيديو راه ليك، تبع الفيديو من الاول للاخير وغتنجح معك الوصفه. كنساليو الكميه الملوي واحد الوقت اللي هو قليل بزاف، في 10 دقائق، طريقه جديده بالخصوص الطي ديال الملوي غتعجبكم بزاف بزاف، وكتخلي الملوي ديالنا ورقه على اختها وخفيف خفيف بزاف، هشيش ومقرمش. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. ندوزو للمكونات وطريقة التحضير. وكما كتشوفوا كله طبقات، كله محلول. كنشكركم بزاف اخواتي على التعاليق ديالكم وكلامكم الطيب واللقب اللي خليته في حقي، ملكه والسلطانه الرغايف والملوي. كنشكركم بزاف والكلمه الشكر راه قليله في حقكم. بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله. ندوزو للمكونات وطريقه التحضير. كما كتشوفوا معايا عندي جوج زلايف كبار من الدقيق الابيض، من الاحسن يكون نوعيه مزيانه، وعندي زلافه بالسميده الرقيقه كما كتشوفوا، اللي كتكون ماشي غليظه بزاف، كتكون متوسطه. الاحسن حتى هي تكون نوعيه مزيانه. وكنحتاجوا واحد شويه الخميره الحلوه، يلاه كتشدوا بجوج صبع عند يداكم، والملح على حسب الذوق، والمعلقه السكر يمكن لكم تعوضوها بالعسل. وكنخلطوا المكونات مع بعضياتهم وكنعملوا واحد الحفره في الوسط، الطريقه اللي هي سهله. هاد الطريقه هذه بدون دلك ولا مجهود ولا تعب، الطريقه اللي كتخلي العجينه ديالنا مدلوكه ومرخيه بزاف. الماء الا كان الجو بارد كندفيوه شويه، الماء ملي كيكون دافي كيساعدنا العجينه ديالنا كترخى بسرعه. كنزيدوا الماء شويه بشويه تدريجيا، وكتغطيوها ربع ساعه او 10 دقائق على حسب الوقت اللي عندكم. وكنرجعوا العجينه كنديوها ونجيبوها، وهيدا كتكون مدلوكه مزيان. بالخصوص العجينه الملوي من الاول ما كنطلعوش العجينه قصحه نهائيا، كنطلعوا العجينه مرخوفه. فاش كنبغيو نطيبوا الملوي ديالنا اولا كنقرصوه كيترخى معنا بسرعه. وكما كتشوفوا العجينه فاش كنخليوها مرتاح كنديوها وكنجيبوها على هذا الشكل. كنعملوا لها نقيطه زيت وكنخشيوها في كيس بلاستيكي، نخليوها ترتاح واحد شويه على حسب الوقت اللي عندنا. هذا الملوي كيجي مرق بزاف، مع الطريقه ديال التورق جديده، مع واحد الخلطه السحريه سبق لي وشاركتها معكم، اللي كتخلي الملوي ديالنا مرق بزاف. اللي جرب هذه الطريقه يخليها لي في التعاليق. وكما كتشوفوا العجينه ديالنا مدلوكه، ما كتقطعش نهائيا، بدون دلك ولا تعب ولا مجهود. دائما كنعطيكم العجينه اللي ناجحه 100%. كما كتشوفوا كنجبدوها بلا زيت. تبعوا الفيديو من الاول للاخير، بالخصوص المبتدئات، وغتنجح معكم الطريقه لاول مره، ونهائيا ما غيبقى لكمش المشكل مع الملوي. اليوم الا شفتوا الفيديو من الاول للاخير غتقولوا وداعا مشاكل الملوي. الحجم ديال الملوي نتوما اللي كتحكموا فيه. انا غنعمل الملوي مضوبل وحده في وحده، وانتم لكم الاختيار. وغنعمل الملوي كبير كيعجبني هماوي. وكما كتشوفوا عملت 12 ديال الكرات، كل واحده غتكون مضوبله في اختها. كنقطع العجينه ديالي بلا زيت
وهاد المرحله عاد كنعملوا الزيت كما كتشوفوا العجينه كلها ما شاء الله فقاعات. وهاد المرحله كنعملوا لهم شويه الزيت باش ما كتيبش العجينه وتعمل القشره، ونغطيهم واحد 5 دقائق باش العجينه ديالنا فاش كنمدوها كتمشي معنا بسهوله. وغنحضروا مع بعضياتنا الخلطه السحريه اللي كتخلي الملوي ديالنا مورق ومحلول من داخل. اسبق لي وحضرته معكم في الفيديو د الرغايف اللي قبل من هذا. عملوا 2 معالق المايزينا، انا هنايا بقات لي واحد المعلقه كما كتشوفوا، وغنضيف عليها الخميره د الحلوى نص ساشيه، وإلا عندكم العجينه كثيره عملوا الكيس كامل. وهنايا كنضيفوا واحد نص كاس، اكثر من نص كاس شويه الزيت. هذه هي الخلطه الرائعه، الخلطه السحريه اللي كتخلي الملوي ديالكم اولا الرغايف مورقين بواحد الطريقه لا يعلى عليها. وهنايا عندي شويه الفينو، يمكن لكم تعوضوه بالسميده رقيقه. انا الزبده ما غاديش ندوبها، غنخليها هيدا بحراره المطبخ. هذه النوعيه اللي غنخدم بها. ندوزو الملويه الاولى كما كتشوفوا الرغيفه ديالنا باقي ما شاء الله منفوخين. كنبسطوا الكره ديالنا. هاد الخلطه اللي عملت معكم بها كنمدوا وبها كنورقوا. الخلطه رائعه غتعجبكم بزاف بزاف. فاش كنخشيو يدانا في الزلافه كنحركوها من التحت بديك المايزينا اولا الخميره الحلوى، ما تبقاش بالكويرات. كندهنوها بشويه الخلطه وشويه الزبده، شويه الفينو، وكنحطوها على جنب. كما قلت الملويات غيكونوا عندنا ان شاء الله مضوبلين، كيجيو مورقين فنين. وكنوليو نقلبوها على اختها على هذا الشكل. كما كتشوفوا العجينه ديالنا كلها فقاعات. وكنعملوا رشيشه بالفينو اولا السميده اللي كان، وكنحطوهم على بعضياتهم. دابا غنوليو كنورقوا جوج بجوج كما كتشوفوا كلهم عندي هنايا. كما كتشوفوا كنورقوا العجينه ديالنا مزيان، كتمشي معنا بسهوله. وكما كتشوفوا كنعملوا الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. من الاحسن الا ذوبتوا الزبده وعملتوها سائله فاش كتلويو الملوي ديالكم وتحطوه في الصينيه كل شيء كيهبط للصينيه وكتبقى الملويه اولا الرغيفه ناشفه. كنعملوا ديك الخلطه واحد نقيطه الزيت مع المايزينا. من الاحسن نمدوا الملويه ديالنا تكون مربعه على شكل رغيفه. وكنجيبوا الطرف الاخر على هذا الشكل كما مشرح في الفيديو. كنعملوا هيدا وكنجيبوا الطايه كنحطوها على هذا الشكل، وكنجيبوا الطايه اخرى وكنحطوها حدا اختها وكنوليو نلويو على هذا الشكل كما مشرح في الفيديو. نتمنى الفيديو يكون شرح راسو. وكنجيبوا هذه الحاشيه هذه وكنحطوها على اختها وكنحطوهم في واحد الصينيه ولا في سطح العمل قدامكم حتى كنساليوهم كلهم.
وكما كتشوفوا سهلت عليكم، كنلويوهم في خطره واحده، كنوليو ندهنوهم بشويه الزبده. وهاد المرحله هذه راه كيتجبدوا في واحد الوقت اللي هو قليل بزاف وبدون عناء ولا تعب. وكما كتشوفوا العجينه ديالنا كلها منفوخه ما شاء الله. ما كنوليوش نعملوا فاش كنلويو الزيت اولا السميده اولا الزبده نهائيا. هذه هي المرحله الاخريه في الزيت والزبده، ما كيهزوهاش نهائيا. وكنجيو الملويه ديالنا كنجبدوها على هذا الشكل. راه الفيديو ما كيعطيها شي حقه، شحال كنطولوها. نجيو للطرف الملويه كنلويوها على يدنا على هذا الشكل. كما كتشوفوا الشريط كيولي طويل بزاف. كنجيو للطرف الملويه كنلويو يدنا، كندهنوا يدنا عفوا بالزيت. كتجي الملويه خفيفه وخويه من داخل، واحد التوريق فيها. جربوه وخليوه لي في التعاليق. كما كتشوفوا العجينه كلها منفوخه. وكنحطوا الملويه ديالنا على جنب، وكنجيو هذه عاوتاني كنجبدوها مزيان هكا بالدانه، الطريقه اللي هي سهله. والملوي كيكون عندنا العجين ديالنا كيكون عندنا مرتاح. وهاد المرحله كنقرصوا الملوي ديالنا. انا غنطيب بالبلاك وتكون العافيه متوسطه. الا طيبته في المقله تعملوا العافيه متوسطه باش كيطيب من داخل، ما كيبقاش معجن من داخل وخطوف على برا. وكندهنوا واحد نقيطه الزيت اولا الزبده. اول مره ما كنوليش نعملوا الزيت نهائيا. انا عملتهم كبارين همويين. وكما كنحطوا الملوي ديالنا كنقلبوه في البلاصه وهو كيطيب، وحنا كندوروا باش كيطيب الملوي ديالنا في جميع الجوانب.
وهذا هو الشكل النهائي الملوي ديالنا، كيجي غزال بزاف. وكما كتشوفوا كيستحق التجربه ديالكم، كله ما شاء الله مرق، كله خفيف، كله محلول، كيستحق التجربه ديالكم. وكما كتشوفوا كله طبقات، كله محلول. نقطع معكم وحيده كيفاش كيجي من داخل. وإلا عجبكم الفيديو وصلوه اكبر عدد من اللايكات والبارطاج مع الحباب والعائله والتعاليق ديالكم الطيبه. السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.